الأعداء شافوا أنه أفضل طريقة لضرب مشروع الإمام الصادق من الداخل. وحط ببالك لا تتوقع مشروعك يضرب من الخارج كما يضرب من الداخل. أبو البيت يضرب من الداخل، أبو الحزب يضرب من الداخل، أبو الحكومة يضرب من الداخل، أبو المشروع يضرب من الداخل، وأبو المؤسسة يضرب من الداخل، وأبو أي مشروع أخطر شيء إليه هي ضربة الداخل. فعندما هذول السبعة اللي تتنزل عليهم الشياطين، هذول لازم عندهم مؤتمرات، لازم عندهم قعدة، لازم عندهم ندوات، شافوا أنه ما أكو مجال على الإمام الصادق أن يضل ويضل وينحرف، فبالتالي شافوا المكنة على المحيطين به. هذول المجموعة عندهم حب رئاسة، عندهم حب أموال، عندهم وعندهم، مع الإمام الصادق يتمحورون، ما يحصلون هذه المناطق، ما يحصلون هذا الأمر. فلذلك أرادوا أن يخترقوهم، والبحوث تتم إلى أن وصل الأمر في العداء للإمام الصادق أن بدأت الدولة العباسية في بدء نشوءها أن تجمع أسماء من صمد مع الإمام الباقر ويتم مع الإمام الصادق ويتم قتلهم وتصفيتهم. وعلى أثرها انقتل المعلى بن خنيس. والمعلى بن خنيس الإمام يقول الأمة في ميزان في كفة والمعلى بن خنيس في كفة، يقتلون المؤمنين الممحصين الثابتين ويخترقون من في قلبه حب للدنيا. هذا المشروع مو فقط هؤلاء حاولوا أن يخترقونه، لا، أكو جهات أخرى من كذلك حاولت أن تخترقه، إلى أن وصل الأمر من الضعف في البنيان الشيعي والقواعد الشعبية أن يحرق بيت الإمام الصادق 3 مرات علنا جهرا، ونيتهم أنه يحرق الإمام الصادق. ولم تحرك الشيعة أصبعا واحدا ضد هذا الحرق، مثلما سجن الإمام الكاظم 15 سنة ولم نقرأ أو نسمع في طيات التاريخ أن هناك ولو ثورة بسيطة لمحاولة إخراج موسى بن جعفر. فشل 100%. يقول الراوي في سند غيظ قيظ حر شديد كان أهل العراق وأهل الحجاز ينزلون وين؟ للسرداب. انتبهوا هذه الرواية ورحنا نختم بيها وحاول يصير النعي من خلالها. هذه الرواية واقعا تكشف يعني فد مرارة عظيمة في قلوبنا وخلل كبير حدث في التشيع. يقول في فترات الصيف الحارة بالسابع والثامن، تعرفون جو السعودية الحجاز وجو العراق حار، كانت البيوت شنو بها؟ سراديب، ينزلون يرشون الحياطين مالتها وينامون باردة. احنا مجربيها كطلبة سنين طويلة. المدارس والحوزات كانت في الأوخند الصغرى أكثر من 9 سنوات، الأوخند الصغرى كان بها سراديب. هذه السراديب لما تنزلها في شدة الحر باردة، هي بطبيعتها باردة، حتى البنكة ما كنا نشعلها على 5، 2 3 كلش كفاية. فكان الإمام هو وعائلته ينزلون بالسرداب سواء بالعراق أو بالحجاز. سوت الدولة ترست البيت حطب، غلقت حتى فتحة السرداب حطب. الطابق، لأن تعرف أنت الطابق الأرضي هو السرداب، درج دهليز وينزل، فإذا أنت انترس البيت حطب واحترق حرقة وحدة، بعد هذا الجو راح يحترق، بعد ما يقدر يطلع، يموت بالحر وبالدخان وبنزول النار عليه والحطب. هذه كانت الخطة. يقول الشيعة تتفرج، ولم يشكل التاريخ ويذكر التاريخ أن أحدا دخل لنقد الإمام وعائلته. يقول والمرحلة صارت 3 مرات حرقوا دار الإمام الصادق 3 مرات. من بعد هذه الفتن اعتيادي يبقى الإمام الصادق وحيدا فريدا شريدا طريدا. يقول فلما حرقوا الدار، يقول وجت النار بعد صعدت، يقول وألسنتها
عانقت السماء، يعني نار وجت بشكل شديد، انترس البيت وسطح الدار في سبيل يهدم، لأن إذا على السطح نار يهدم السقف. زين السقف إذا انهدم ووقع على الأرض انطم بعد السرداب، صار جوا بعد الإمام الصادق وعائلته. كانت خطة مدروسة دراسة كاملة على قتل الإمام الصادق. يقول فشعلوا في السطح في سطح الدار نارا وملأوا الدار حطبا، والإمام نائم الظهرية في السرداب هو وعائلته، وخدم وحشم هروبا من الحرب، فما كان من النار إلا وتحترق. يقول وكان أهل المدينة ينظرون وأصحاب الإمام ينظرون، ما حد إلى قابلية يذب نفسه بالنار ويطلع الإمام. يقول وما هي إلا بعض دقائق، يقول فرأينا الإمام الصادق يتحرك بردائه سلام الله عليه. يقول خيل لنا كأنه إبراهيم سلام الله عليه في النار. يقول خرج بردائه أشبه الناس بجده رسول الله، وهو يصيح بصوته العالي أنا ابن محمد وعلي، أنا ابن أطباق الثرى،